سأكلمك بطريقة أخرى. شوف المناظر، هذه بلاد مستقرة لم تحارب يا سيد صالح مثل مصر أو مثل سوريا. هذه بيوت، هذه ينطبق عليها فتلك بيوتهم خاوية. هل هذه البيوت التي أراها يسكن فيها الشعوب ويسكن فيها ملك جالس على الحكم تولاها أبا عن جدا عن جدا عن جد؟ ماذا فعلت لشعبك أيها الأخ الكريم؟ وماذا حينما أرى المناظر تدمي لها القلوب يا أخي، أقسم لك بالله لو رجعنا إلى عصر الظلمات كنت سأجد أكواخ وسأجد بيوتا يعني أفظع وأجمل وأجمل من ذلك. ماذا فعل كل قائد لشعبه في هذه انظر بالله عليك الشاشة. هل هذه بيوت تليق بآدمية في القرن ال21 ونتكلم عن كذا وكذا وكذا، ثم يأتي الخراب بعد ذلك ونرفض من الأخ الشقيق أيا كان يا أخي؟ أنا سأحكي لك عن مثل عندنا في مصر هنا، حينما جاء العفريت وقال له اطلب لما تريد وسأعطي لجارك مثله، فماذا طلب؟ طلب أن يفخت له عين لكي يعطي يفخت العينين الأخريين لجاره. هل هذا ما نتمناه الجار للجار؟ وهنا يعني تعلمنا في بلادنا الجار للجار وقت الضيق ووقت الشدة و